تفضلي السيدة بسمة. سيد الوزير الأول، سيد الرئيس، سيد الوزير الأول، أعضاء الحكومة، زملاء النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم الزول في اللاون. اليوم سيد الوزير الأول جاب لنا برنامج سياسة، بيان السياسة العامة للحكومة، لكن اليوم نقول نفضل أني نتكلم معاه على بيان السياسة العامة للشعب يكون أفضل. لكن الشعب هذا لازم نتفقوا، يكون نفس الشعب اللي نتكلم عليه أنا هو نفس الشعب اللي نتكلم عليه أنت، باش نكونوا مع بعضنا باك في خريطة واحدة. أنا وجبهة المستقبل لأني ممثل لجبهة المستقبل نقولوا أولا على بيان السياسة العامة هذا أنه جا خرق صارخ للدستور. المادة 98 هي واضحة، تقول لك كبيري بعد ما دير برنامج الحكومة تجي تقدمه لنا هنا في البرلمان، بعد مرور سنة تجيب تقول لنا الحصيلة وتقول لنا تجيب لنا بيان السياسة العامة. لكن لما تجيب لي أنت سنة 2014 ولا تجيب لي إنجازات من سنة 1999 نقول لك عذرا قادر تقولها في مكان واحد آخر، بيان السياسة العامة ماهوش مكانها. كذلك لما تكلم لي على إنجازات عظيمة ما نكرهاش، لكن فقط راح نقول لك هل هذه الإنجازات العظيمة والكبيرة الأموال اللي تصرف الطائلة عليها، هل هذا سؤال موجه ليك؟ هل نفسها؟ هل تقاربها؟ هل توازيها؟ هذا هو سؤالنا اليوم مطروح. وكذلك نحب نرجع لك نفس البيان ونقول لك البيان تاعك راهو يفتقر إلى المصداقية. علاه؟ الارقام تاعو غير واضحه. شريك لما تبدا لنا ملي تبدا لنا وانت تقول لنا قاربت التي قاربت 300 مليار لاكثر من 200 مشروع، فاقت 400 مليار، حوالي 41 ولايه، يعني ما عندك حتى حاجه محددها، ما عندك حتى حاجه في البيان هذا قادر تضبطها لنا. وكل قاربت حوالي اكثر من 200، يعني شحال نقدر نقول 300 500 1000 مليار، شحال؟ اكثر من 200 قول لي 202. لذلك انا نقول لك بيانك مشكوك فيه، وكل الاحصاءات اللي مديتها هنا مشكوك فيها للاسف، لانك ما قدرتش تحددها. كما قلت كنتكلموا على شعب واحد، نحب نقول لك السيد الوزير الاول انه الشعب ماهوش فرحان، وذوك نعطيك عليه ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما تزاد معدلات البطاله، الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما تكون القدره الشرائيه ضعيفه، ولما الراتب تاعو اللي تكلمنا عليه من قبل، مش الراتب تاعي ولا تاعك، الراتب تاع الشعب الزوالي اللي من بين 500,000 و 1800 و 1200، وتكلمنا وتحدثنا كش ما تكون زيادات والسنينه، ولكن ما كانش لما الراتب تاعو ما يكفيش باش يعيش ويمارس الحياه اليوميه تاعو العاديه. الشعب ماهوش فرحان لما الصحه تكون مريضه، الصحة وتكون مريضة، لما كل الشخصيات الوطنية تخرج تداوي في الخارج، لكن المواطن البسيط يقعد هنا. وما نقولوش بغير نكذبوا على رواحنا، لأنه بزاف من الشخصيات راه يموتوا ويجيبوا الجثمان تاعها من الخارج. لما الصحة نقولوا راهي مريضة، لما نلقاو هذه الأمراض هذه بوحمرون اللي تجاوزها الزمن والكوليرا، ومازال ربي يعافينا من بعض الأمراض الأخرى اللي نتمناو أنها ما تصيرناش. الشعب ماهوش فرحان لما مجلس المحاسبة يجي قدام النواب ويقول كاين خروقات كاين تجاوزات، ولكن ما تكون حتى محاسبة. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. نعم يكون ماهوش فرحان لما وزيرة الاتصال توقف وتقول أنا نصدروا الانترنت نصدروها للخارج، أي تصدر للخارج، وكاين بعض البلديات وبعض القرى والمشاتي اللي راهي معزوله تماما، ما عندهمش كيف يتصلوا ببعضهم، ما عندهمش ولا متعامل. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما وزيره تروض وتمنع الصلاه في المدارس، رغم انه الرسول عليه الصلاه والسلام قال علموهم على 7 وضربوهم على 10، وقانون يحمي يقول لك في كل مدرسه لازم تكون مصلى. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. نزيد لك الشعب لا ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لانه الحاجه ما عادش غير المواطن الزوالي اللي ماهوش قادر يروح، لا، حتى الانسان الطبيب والقاري والفاهم يحرق بالفيزا، انه عاد يشوف ما كانش امل في البلاد. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما الدينار تاعو كل يوم يتهاوى بسبب السياسه اللي راكم تديروا فيها، راكم تطبعوا ما عندناش شحال طبعتوا، ولا قداه مزلتوا تطبعوا، ولا الوقتها تحبسوا الطبيعه. هذا الشعب هذا راح يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما لا يلقى ذوي الاحتياجات الخاصه يلقاهم ميتين، يلقى الارامل والمطلقات اموالهم ما تكفيهمش حتى باش يعقبوا اليوم تاعهم. لكن رغم الشيء هذا نقول لك الشعب ماهوش فرحان كذلك لما تسويت وضعيه الشباب ازاء الخدمه الوطنيه ما كانش، خليتوهم 30 سنه ومربوطين. انا فقط نحب نقول رغم الشيء هذا انه الشعب ماهوش فرحان، لكن مازال يحلم. نعم سيد الرئيس مازال يحلم، انا وجبهه المستقبل والشعب كل مازلنا نحلموا باش نبنيو دوله قويه، نحلموا الحكومه تستجيب لانشغالات وطموحاتنا، نحلموا الشفافيه والمصداقيه ويرجعوا الثقه بينكم وبين المسؤول وبين الشعب، نحلموا بصحافه واعلام ما يخافش ينقل الحقائق كما هي بلا ما يخاف،
نحلموا بعودة العدالة الاجتماعية، نحلموا بعودة الأمان. هذا هو الشيء اللي أنا نحلم به. ثالث حاجة نحب نقولها لكم، كل الإنجازات تاعكم العظيمة والله العظيم ما تساويش دمعة تاع لما تلقى ولدها في 40 سنة وما تزوجش، اللي ما عندوش سكان وما عندوش خدمة، ما تساويش دمعة تاعها وهي تبكي تقول لكم جيبوا لي الجثمان تاع ولدي.